بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم. إزيكم حبايبي، عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسعادة دايما يا رب. هنعمله النهاردة مع بعض أحلى شوية مخلل لفت من أسهل وأطعم المخللات اللي بتتعمل. بصي معايا حبيبتي، أنا جبت اللفت كده، غسلته ونضفته كده من تحت ومن فوق وشلت منه أي زيادة أنا مش عاوزاها، وأبدأ هنا كده إني أخرطه معاكو. طبعا أي تقطيعة إنتي حباها، يعني لو عاوزاه كده ما يستواش بسرعة ويغيب عندك فترة أطول تبقي قطعيه هنا كبير، وممكن طبعا تقطعيه صغير زي أنا ما بعمل كده لو هو بعد ما يستوي هتفتحي عليه على طول. وبألف هنا وشفا عليكو يا حبايب قلبي. طبعا مخلل اللفت ده من أحلى المخللات اللي أنا بحبها، وبيفتح النفس كده وبيبقى جميل جدا، وتحطيه جنب أي أكلة ما يقولش لأ. وكده يا بنات أنا قطعت كمية اللفت اللي معايا كلها، وده كده شكله. اللفت طبعا اليومين دول ده أوانه وموجود كتير جدا في السوق، يعني الحقي كده وهاتي حبة واعمليهم. أنا هنا معايا حتة بنجر كده صغيرة، يعني علشان تعزز معايا اللون شوية، أحطها كده في البطرمان اللي معايا وأنزل كده باللفت على طول. كده تمام، أنا كده حطيت الكمية اللي معايا كلها. ونيجي هنا كده للمية والملح، زي ما اتفقنا قبل كده كل كوباية مية عليها معلقة كبيرة من الملح، وأبدأ أقلب الملح كده وأدوبه كده في المية كويس، وأنزل هنا بالمية والملح كده على اللفت بتاعي، وأملى هنا البطرمان كويس. إخواتي وحبايبي وعيلتي التانية، أتمنى إن فيديو النهاردة يعجبكم وتدوسوا عليه لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة ياريت يشترك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وهنا كده نغطي المخلل بتاعنا كويس كده علشان ما يدخلهوش أي هوا. وده كده شكل مخلل اللفت معانا، يا دوبك أسبوع وتفتحي عليه كده هتلاقيه استوى، وبألف هنا وشفا. يلا بسرعة قومي هاتيلك كده شوية لفت كده حلوين وطريين كده من السوق، واعمليهم بنفس الطريقة بتاعتي، هيعجبك جدا وهيعجب عيالك وأهل بيتك. ومستنية رأيكم في الكومنتات، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.